سيداتي سادتي من الفضيلة، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، أتلوها لحضراتكم أنا عبد الله محمد علي، والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية يقيم أعماله بمصوى. إقليم عنسبة يضع خطة عمل لنتائج أكبر. إقليم جنوب البحر الأحمر يحيي ليوبيل الفضل لتأسيس الخدمة الوطنية. السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية على أراضيها. الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانيا. 10 قتلى في انفجار كبير في مصنع للغاز في الصين. أهلا بكم من التفاصيل. أوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي قبراب أن الدعم المقدم للمحتاجين والمعاقين يجب أن يكون بوسيلة تزيل الاتكالية وتنمي الإنتاجية وتقوي ثقافة العمل. جاء ذلك في الاجتماع التقييمي لمكتب الوزارة الذي عقد يوم 19 من يوليو في مصوح، قائلة أن المبادرة الشبابية بإقليم شمال البحر الأحمر لإعالة ودعم أسر الشهداء تعتبر مثالا جيدا وسيتم إدخالها في الأقاليم الأخرى. وذكرت الوزيرة أن متابعة أوضاع المعاقين والمحتاجين ومستوى معيشتهم مسؤولية عمل الوزارة في المديريات، مشيرة إلى النتائج الإيجابية لأنشطة المجتمع والشركاء لحماية حقوق الأطفال ومساعدة المصابين بالإيدز، داعية في الوقت ذاته للعمل الجاد في المديريات لتعزيز متابعة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لضمان حقوق العمال وسلامتهم والحل السريع لخلافات أصحاب العمل والعمال. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع عن تنفيذ 60% من برامج الوزارة في إقليم شمال البحر الأحمر لعام 2019 لسلامة العمال ومساعدة المحتاجين وتأهيل المعاقين وغيرها. وذكر الاجتماع أن حياة الرحالة الرعوية أصبحت معيقة لمساعدة المحتاجين، موصيا لتقديم إعانة أسر الشهداء للأسر التي تأتي إلى مصوع من مديريات قلعة وفرو وشعب في أماكنها، والدفع بالأنشطة المجتمعية لتأهيل المعاقين والقيام بالدراسات بشأن المسنين والمحتاجين. وضعت إدارة إقليم عنسبة خارطة عمل في التقييم نصف السنة والذي أجرته في 18 من يوليو بغية تحقيق نتائج أكبر. وقيم الاجتماع الذي عقد في مدينة كرن مميزات وقصور العمل في مجالات الزراعة والخدمات الاجتماعية والتنمية المعمارية والسياحة وتنظيم المعلومات الإحصائية والثقافة والرياضة والتجارة والصناعة والمعادن ومجالات أخرى. وأشار الاجتماع إلى أن 10 سدود صغيرة تشيد في 6 مديريات بالإقليم بأكثر من 25 مليون نخفة، وتنمية مساحة حوالي 7000 هكتار بأمطار الربيع ومساحة أكثر من 700 هكتار بالخضروات، وتنمية التمور في مساحة حوالي 58 هكتار. وفي مجال البناء أوضح عن القيام بأعمال المسح والتخطيط في فلفلة وهبرة عداء ودق محار وعلاب العيد وحقات وحلحل وأصمات، وإجراء المسح لمشروع مياه حقات ودراسات حماية الآثار. وأوصل الاجتماع للاهتمام بمؤسسات الخدمات المحتاجة للصيانة وتحصيل ضريبة الأرض وتعرفة الخدمات في وقته ورش المبيدات سريعا على الآفات الزراعية. ودعا حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في الختام لتقديم معلومات دقيقة وواضحة في أوانها للمعنيين بشأن التطورات الزراعية وتنفيذ حماية التربة وحفظ المياه بالدراسات والدفع به في مديريتي أصماط وهبرة، وتعزيز دور المجتمع لصيانة الطرق والقيام بالدراسة لطريق قلب شعب وبناء طريق محلاب قلب بالنفير، ودراسة الإدارات لقدراتها البشرية وتطويرها. احتفل إقليم جنوب البحر الأحمر في 18 من يوليو على مستوى الإقليم بمدينة عصب باليوبيل الفضل لتأسيس الخدمة الوطنية تحت شعار سوى خيار صحيح نحو مستقبل مشرق. وفي مراسم الاحتفال الذي شارك فيه قائد القوات البحرية الإريترية والجبهة الشرقية اللواء حمد كاري وحاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي، قدمت فقرات رائعة اشتملت على عروض للزوارق السريعة
وفقرات ثقافية وفنية وبرامج تعكس مسيرة وذكريات سوا. وألقى سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد آدم علي كلمة قال فيها مع احتفال سوا باليوبيل الفضل لتأسيسها فإن أعضاء الخدمة الوطنية والمعلمين والمدربين المتخرجين منها يعتبرون فخرا للشعب والحكومة الإريترية، ليشدد تأكيده بأنها ستواصل مسيرتها في كتابة تاريخ جديد وتوفير رجال بارزين يعملون من أجل البلاد في هذه المرحلة الراهنة. وعلم بأن الاحتفال سيختتم في 21 من يوليو رسميا بتنظيم أنشطة رياضية وعروض ثقافية تحفل بمشاركة جماهيرية واسعة. دعا الشباب العمال في مديرية صنعاء لزيارة الدفاعات الموجودة في مختلف البلاد التي شهدت البطولات والتضحيات في النضال التحرري والدفاع عن السيادة وترميمها. جاء ذلك خلال زيارته من دفاعات جبهة زالنبسة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس سوا وبدء الخدمة الوطنية. وأوضح المقاتلون الذين شاركوا في معارك الجبهة لإفشال غزو الهويانة عن البطولات التي شهدتها الجبهة أن 80% من أفراد قوات الدفاع في الحرب كانوا من أعضاء الخدمة الوطنية، مشيرين إلى أن البطولات التي ظهرت تعكس دور سوا وبرنامج الخدمة الوطنية لنقل قيم الثورة. وذكر الزوار بأنهم لمسوا بأن كل شبر من أرض إريتريا يحوي تاريخ بطولي، مشددين على أهمية توريث التاريخ إلى جانب الحفاظ على البرامج التنموية. ذكر السيد منقستا أبدبساي خبير التنمية المروية وحماية التربة وحفظ المياه في مكتب الزراعة في مديرية السجنيتي بالإقليم الجنوبي أن الحفير المشيد في منطقة دغرة مريتو بالمديرية بدأ يقدم خدماته. وأشار السيد منقستا إلى أن الحفير الذي شيد بمشاركة فاعلة للسكان خلال 4 أشهر يسهم في إثراء المياه الجوفية وضمان مصادر مياه الشرب للإنسان والماشية. ويوجد في أسفل الحفير حوالي 300 هكتار من الأراضي الزراعية وعدد من الآبار، ويتوقع أن يسهم ذلك في تنمية البساتين حسب الإفادة التي أدلى بها مدير الضاحية. تخرج في 13 من يوليو الجاري في مديرية تساني 223 شابا بعد تلقي التدريب المهني في مجالات الإسعافات الأولية وفن الرسم والإلكترونيات. وقد تخرج 168 بالإسعافات الأولية و26 بفن الرسم و29 بالإلكترونيات بعد دراسة امتدت ل3 أشهر. وأوضح مسؤول المشاريع في فرع الشباب بإدارة إقليم القاش بركة الشاب دانيال أبرهة عن فتح فرص الحصول على القروض للدارسين. من جهته أكد مدير مديرية تساني السيد سيون غبريسوس بأن إدارته ستدعم الشباب لتطبيق المعرفة المهنية التي اكتسبوها. وتشير مستندات الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع تساني لأنه قدم دورات تدريبية خلال السنوات ال4 الماضية لأكثر من 500 شاب. مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. وافقت الرياض على استقبال قوات أمريكية على أراضيها وفق ما أعلن مصدر في وزارة الدفاع السعودية، كما أكد البنتاغون ذلك. وأوضح الجانبان أن حلول هذه القوات بالمنطقة يأتي في إطار الدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان السلم فيها. وتعتبر المملكة من الداعمين للاستراتيجية المتشددة لواشنطن تجاه طهران التي تزيد علاقاتهما توترا يوما بعد يوم. وأشار إلى أن القرار جاء انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها. كما أكد البنتاغون في بيان هذه الخطوة العسكرية الأمريكية، أوضح أن واشنطن سترسل قوات وموارد للسعودية لتقديم رادع إضافي في مواجهة التهديدات. احتجزت قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية كانت تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي حسب ما ذكر الحرس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني.
وذكر الحرس الثوري أن القوات البحرية التابعة له احتجزت الناقلة بسبب عدم احترامها للقانون البحري الدولي. وأوضح البيان المرتضى أن السفينة ستينا إمبيرو اغتيلت بعد السيطرة عليها إلى الساحل، حيث تم تسليمها إلى السلطة من أجل بدء الإجراءات القانونية والتحقيق. واتهمت الولايات المتحدة إيران بتصعيد العنف بعد إعلان الحرس الثوري احتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز. وجاء إعلان احتجاز الناقلة البريطانية بعد ساعات على تمديد المحكمة العليا في جبل طارق ل30 يوما فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها سلطات المقاطعة البريطانية بشبهة أنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك العقوبات الأمريكية وأوروبية بحسب ما أعلنت حكومة جبل طارق. أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية مقتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار هائل وقع في مصنع للغاز في وسط الصين، مشيرة إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع مع استكمال البحث عن 5 مفقودين. وقال التلفزيون الرسمي أن الانفجار أدى إلى إصابة 19 شخصا بجروح خطيرة وآخرين يعانون من إصابات أقل خطورة. وقع الانفجار في ورشة المصنع مجموعة هينان كول غاز في منطقة ييما في مدينة سامنيشا على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غربي بكين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها أن الانفجار طال وحدة فصل الهواء، وأدى الانفجار إلى تحطم الزجاج والأبواب في مبان في دائرة شعاعها 3 كيلومترات. هز زلزال بلغت قوته 5.1 درجة العاصمة اليونانية أثينا، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي والاتصالات لفترة وجيزة في مناطق من المدينة، ودفع السكان للهروب من منازلهم في فزع. وسجل المركز الأوروبي لرصد الزلازل مركز الزلازل على بعد 22 كيلومتر شمال غربي المدينة. وقال مسؤولون في وزارة الصحة أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة بسبب سقوط أنقاض، كما انهارت منشأة مهجورة في أحد أرصفة ميناء مدينة بيريوس الساحلية. ووقع الزلزال على عمق 15 كيلومتر في منطقة شهدت زلازل من قبل. واليونان وتركيا من بين أكثر المناطق المعرضة للزلازل في قارة أوروبا. أقيم السباق السنوي للرضع في مدينة نيويورك الأمريكية بمشاركة 30 رضيعا. ويتعين على الرضع أن يجتازوا سجادة طولها 3.7 أمتار حبوا، ومن يصل أولا إلى خط النهاية يفوز بلقب أسرع رضيع. وتوج الرضيع لوكاس هو من جزيرة ستاتون بمسابقة الحبو المعروفة بمسابقة الحفاضات ليفوز باللقب. وسادت أجواء احتفالية أثناء سباق الحفاضات بين الآباء والأمهات الذين شجعوا أطفالهم على الإسراع في الحبو للفوز بلقب السباق. بهذا وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.